السلام عليكم. مكملين لوصفات نواعم العيد. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى وصفة بسكوت للعيد بمقادير مظبوطة جدا وطعم ينافس الجاهز. والأهم من المقادير التفاصيل المهمة اللي بنقولها في كل لحظة من الفيديو، لأنها بتفرق جدا في نتيجة أي وصفة. علشان كده تابع الفيديو خطوة بخطوة علشان تعرفي كل تكاته وطريقة التسوية المظبوطة وكل التفاصيل اللي تخليكي تعملي أحلى وأنجح بسكوت هتعمليه في حياتك بدون مبالغة والله. وهقولك على الحلول لأي مشكلة ممكن تواجهك، وهتعرفي ازاي تحفظيه لفترة طويلة من غير ما يطرى ويفضل محتفظ بقرمشته لآخر واحدة. ياريت لايك واشتراك في القناة، ونسمي ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. معايا كيلو من الدقيق، ما يعادل 8 كوب بمج الشاي العادي. ممكن تستخدمي دقيق لجميع الأغراض أو دقيق خاص بالكحك والبسكوت، وده بيكون أفضل وجودته بتكون أحلى وبيديك أفضل نتيجة. هنضيف عليه رشة ملح صغيرة يعني حوالي ربع معلقة، ومعلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر وزنها 10 جرام. وقلبي الدقيق مع الملح والبيكنج باودر ووزعيهم مع الدقيق كويس جدا. هنسيبه على جنب ونشوف الخطوة اللي بعد كده. هنحتاج ل 325 جرام سمنة، وبنعايرها بالكوباية وهي سايحة، يعني قبل ما بندخلها التلاجة، ما يعادل 2 كوب إلا ربع. وبعد ما بنوزنها أو بنعايرها بالكوباية بندخلها التلاجة علشان تكون باردة ومتماسكة شوية، خصوصا لو في الصيف، علشان ما تفصلش منك أثناء الضرب. هنضيف عليها 2 كوب سكر بودر وزنهم 320 جرام، وبالمضرب الكهربائي أو في العجان، وهنضربهم مع بعض كويس جدا. وخلي المضرب في الأول على أهدى سرعة علشان السكر ما ينطرش في كل حتة. بنضربهم لحد ما القوام يمتزج ويتقل ويكون كريمي ويتحول من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض. وكل شوية نوقف خفق وننزل الجوانب علشان نضمن إن الزبدة مع السكر اندمجوا واختلطوا مع بعض والقوام يكون واحد. وبالنسبة للسكر يفضل إنك تطحنيه في البيت، لأن الجاهز بيكون عليه إضافات. بنطحنه كويس ناعم، وكمان بننخله علشان ما يكونش فيه أي تكتلات. بنضربهم يعني مدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما توصلي لقوام ناعم وكريمي وفاتح بالشكل ده. والخطوة دي مهمة إنك تديها حقها في الضرب، بتضمني نجاح البسكوت ويكون هش وخفيف أكتر. معايا 3 بيضات، ولازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. مش هننزل بيهم مرة واحدة علشان الخليط ما يفصلش منك. هننزل بالبيض بالتدريج، يعني هننزل بأول بيضة ونخفق كويس جدا لحد ما تختفي وما يبقاش ليها أي أثر. وبعدين هنضيف التانية وكمان التالتة بنفس الطريقة. وأثناء ضرب البيض هنضيف نص معلقة صغيرة فانيليا علشان تقضي على زفارة البيض نهائيا. استخدمي فانيليا باودر أو سايلة على حسب المتوفر عندك. في الوقت ده هنضيف معلقة كبيرة من تانج البرتقان أو فروتي برتقان وزنها 15 جرام، وهنضربها لحد ما تمتزج مع باقي المكونات. بتدي للبسكوت طعم وريحة مميزين جدا. ممكن تستخدمي معلقة من بشر البرتقان لو انت حابة. معايا نص كوباية من عصير البرتقان وزنها 135 جرام. هنضيف عليها معلقة صغيرة من النشادر أو الأمونيا وزنها 4 جرام. وأول ما تضيفيها على عصير البرتقان هتعمل فوران كده، هي كده جودتها حلوة. هتقلبيها وتاخديها بدون انتظار وتضيفيها على الخليط على طول، لأنها بتفور بسرعة جدا. وهنخفق بقى كل الخليط مع بعضه لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها كويس جدا. طيب احنا هنا عملنا البسكوت بالسمنة، هتقوليلي ينفع اعمله بالزبدة؟ هقولك طبعا ينفع وهيكون ممتاز جدا. هتستخدمي نفس مقدار السمنة وبنفس الطريقة. وبعد ما المكونات كلها امتزجت مع بعضها كويس جدا، هنا بقى دور المضرب خلاص انتهى. والخطوة اللي جاية هنستخدم ايدينا، وما ينفعش نستخدم فيها المضرب خالص. وهو ده القوام المظبوط اللي احنا محتاجين نوصله. في الوقت ده هنضيف نص كمية الدقيق اللي كنا ضايفين عليه ملح وبيكنج باودر، وهنقلبه بايدينا او بالسباتولا في الاول لحد ما نتوه الدقيق بالشكل ده. وبعدين هنضيف باقي كمية الدقيق. اهم معلومة هنا عايزاك تعرفيها ان البسكوت من الحاجات اللي مش بتحتاج لاي عجن، يدوب تقلب فيه باطراف اصابعنا لحد ما العجينة تتشرب الدقيق تماما وما يبقاش للدقيق اي اثر. زي ما انت شايفة انا يدوب بقلب فيه مش بنعجن خالص.
عايزة أقولك إن العجن فيه هيخلي العجينة تمط وتعمل عرق والوصفة تبوظ معاكي. عايزة أقولك هنا إن معايرة المقادير بالكوباية وبالجرام، لكن يفضل في وصفات البسكوتات أو النواعم عموما إنك تستخدمي الميزان والجرامات، ده بيكون أظبط وأفضل بكتير. بص كده، عايزاك تلاحظي قوام العجينة. أولا بتكون بتقطم مفيهاش أي مطة خالص، وبتكون عجينة طرية وفي نفس الوقت مفرولة. لكن اما بتاخدي قطعة وتكوريها وتضغطي عليها بتكون ناعمة مفيهاش أي تشققات خالص. هنغطيها ونسيبها ترتاح 10 دقايق وبعدين نشتغل فيها. ولو في الصيف هتدخليها التلاجة 10 دقايق أو ربع ساعة وبعدين تشتغلي فيها. هنستخدم المكنة في التشكيل، وبنستخدم الموس العريض بيديني أحلى شكل للبسكوت. ايد بلف بيها المكنة، والايد التانية بنقطب بيها بالشكل ده. تقدري تعمليها بالطول اللي انت عايزاه. ما شاء الله، النقشة واضحة والبسكوتة نازلة بكل سلاسة وسهلة جدا. بنرص البسكوت في صاج أو صينية مش مدهونة أي حاجة خالص، وبنسيب مسافة بين كل واحدة والتانية علشان تاخد راحتها أثناء التسوية، ولونها كمان يكون مظبوط. طيب لو لقيتيها نازلة من المكنة مفرولة أو بتتقطع وهي بتنزل، يبقى كده العجينة أخدت دقيق زيادة. فالحل ليها إنك تضيفي لها معلقة أو معلقتين من الحليب أو من عصير البرتقال أو من المية. ولو دخلتيها الفرن ولقيت البسكوتة فرشت، يبقى كده قوام العجينة مش مظبوط، تبقى العجينة محتاجة شوية دقيق، فهتضيفلها معلقة أو معلقتين دقيق. فحتى لو كنت مستخدمة الميزان أو الجرامات، فده بيرجع لنوع الدقيق، لأن أنواع الدقيق بتكون مختلفة عن بعضها. ففي دقيق بياخد نسبة سوائل أكتر من نوع دقيق تاني، فتاخدي بالك من الملاحظات البسيطة دي. وعلى قد ما تقدري خلي حجم البسكوتة كله قد بعضه، يعني مش واحدة طويلة وواحدة قصيرة. وحطيها بشكل مظبوط، يعني لو معوجة شوية حاولوا تظبطيها لأنها بتاخد نفس الشكل اللي انت حطاها عليه. احنا عايزين بسكوت مثالي، مش بس طعمه حلو، لا ده كمان يكون شكله حلو. والصاج أو الصينية اللي بنشكلها بنسويها على طول، يعني ما ينفعش تركنيها جنبك وقت طويل. وبالنسبة للتسوية، أهم شيء تدخليه على فرن سابق التسخين كويس جدا، علشان لو دخل على الفرن وهو بارد فالسمنة هتسيح ويفرش منك. بنسويه على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط على الشبكة، ومولعين الفرن من تحت بس لحد ما ياخد لون ذهبي من تحت. بعدها بنولع الشواية علشان ياخد لون ذهبي من فوق. وحرك الصاج ولفيه على كل اتجاه شوية، دي مهمة جدا، بتخلي البسكوت ياخد لون موحد كله درجة واحدة. وما تخرجوهوش بلون فاتح، خليه ياخد لون ذهبي يعني غامق درجة، علشان يفضل مقرمش وما يرطبش منك. مدة التسوية من 20 ل25 دقيقة. لو التزمتي بكل التفاصيل دي استحالة يفرش أو النقشة تروح. ما شاء الله، النقشة واضحة، البسكوتة خفيفة جدا وهشة ومقرمشة، وكمان دايبة وناعمة وانت بتاكليها ما شاء الله. وبالنسبة للون، زي ما انت شايفة لونه ذهبي موحد واخد درجة لون واحدة، يعني مش واحدة فاتحة وواحدة غامقة. اللهم بارك، لونه وتسويته ممتازة جدا. عملت معاكم بسكوت النهاردة بالسمنة وبالمكنة. ان شاء الله انتظري الفيديو اللي جاي، هنعمله بالزبدة وكمان بالقمع. اعملي الوصفة ورايا وان شاء الله ناجحة 100% على ضمانتي وبكل امانة. اللهم بارك، المقادير مظبوطة على الشعرة. انجح واطعم والذ بسكوت ممكن تعمليه، احلى وانضف واوفر من الجاهز بكتير. ما شاء الله، لا فرش ولا نفش، الحجم زي ما هو قبل التسوية زي بعد التسوية، والنقشة واضحة وقرمشته رهيبة. شايفين كمان اللون والتسوية ممتازة جدا، والبسكوتة واخدة نفس اللون من جواها ومن تحت ومن فوق كلها درجة واحدة، مش مجرد واخدة لون من تحت وفوق وخلاص. البسكوتة خفيفة وهشة ومقرمشة جدا ودايبة وناعمة في الأكل ما شاء الله. أما بقى بالنسبة لطعمه، أنا مش هقعد أشكرلك فيه وهقولك إنه أحلى وأنجح وأوفر من الجاهز، لا ده أنا عايزاك تجربيه في الأول وبعدين أعرف رأيك بكل أمانة. أنا واثقة ومتأكدة إنه هيعجبك جدا جدا، وهيكون أحلى وصفة بسكوت هتعمليها بدون وجه مقارنة بين الجاهز وبين أي وصفة عملتيها قبل كده. وبالنسبة للحفظ، بعد ما يبرد تماما بنحفظه في علبة محكمة الغلق ما يدخل لهاش أي هواء، لأنها لو تعرضت للهواء فترة أو سبت العلبة مكشوفة فالبسكوت هيطرى منك وهيفقد قرمشته. فبتاخدي منها الكمية اللي انت عايزاها وتتأكدي انك قفلتها بعدها كويس جدا. بكده
بيفضل البسكوت مقرمش لآخر واحدة. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، وقلنا كل التفاصيل المهمة جدا اللي تنجحوا معاكي من أول مرة. أتمنى لو عجبك الفيديو تدعميني بلايك واشتراك في القناة لو بتشوفيني لأول مرة. دمتم بخير وصحة وحفظ من الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.